ايه رأيكم بقى في الحلاوة والجمال ده؟ النهاردة هنعمل مع بعض أشطوطة بالمانجا، بس من الآخر حاجة تعتمدوها على طول، حاجة اقتصادية، حاجة جميلة، حاجة نظيفة. نقدر ان احنا بقطعة واحدة من بره نعمل صينية كبيرة زي كده تقضي 8 أفراد. تعالي نشوف مع بعض عملناها ازاي. بقى نبدأ مع بعض وهنشوف هنعمل ايه. معانا 5 بيضات، طبعا هم طالعين من التلاجة بدرجة حرارة الغرفة. 5 بيضات، ونحط عليهم معلقة صغيرة فانيليا، نضربهم كويس جدا. معانا كوباية الا ربع سكر، هنحط شوية بشوية ونضرب. نضربها كويس جدا 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 لحد ما البيض والسكر يفتحي معانا، لغايه البيض والسكر يفتحي معانا خالص. واقول لكم هضربها وارجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه كده. بعد ما ضربنا البيض والسكر مع بعض لغايه قوامهم ما الكميه كبرت كده وتخنت معانا، هنركن المضرب بقى على جنب. ومعايا كوبايه وتلت دقيق وكيس بيكنج باودر او كيك شيف انا بحب اعمل بيه. هنعمل ايه بقى؟ شويه بشويه هننخل الدقيق ونقلب، بس نقلب بالراحه. احط بيكنج باودر ونقلب بالراحه علشان الهواء ما يطلعش منها، ونقلب باتجاه واحد لحد ما نضيع الدقيق اللي احنا حطيناه. بالراحه خالص، حط شويه بشويه. انا مش عايزه اسرع معاكم الفيديو في الحته دي اهي. احط شويه دقيق تاني ونقلب برضو بالراحه علشان الهواء ما يخرجش. القشطوطه دي يا جماعه حلوه جدا، اقتصاديه جدا، حاجه نظيفه في البيت، حلوه بجد، يعني هتعجبكم جدا. وطبعا احنا مش هنضيع موسم المانجا من غير ما نعمل بيها قشطوطه. هقلب الدقيق وارجع لكم تاني. حطينا الدقيق بالبيكنج باودر وقلبناه بالراحه. على فكره القشطوطه الكيكه بتاعتها لا بتحطلهاش لبن ولا بتحط لها سمن. تمام، هنحطها في صينيه ونحط ورق زبده وهننزل الكيكه معاكم. هي قوامها بيبقى تخين شويه. هننزلها مع بعض ونوزعها في الصينيه. انتوا شايفين كده احنا حطيناها في الصينيه بخبطها خبطتين عشان الهواء اللي فيها يطلع، وبالشوكه كده واجي عامله ايه، اموجها بس كده حاجه بسيطه وانغزها كذا تمريزه بالشوكه. تمام، الخبطتين دول مهمين. طيب مشغله الفرن وانا ببدا بعمل بشغل الفرن على 170. هحطها وهنسويها مع بعض ونعمل مع بعض الطبقه التانية. حطينا الكيكه في الفرن زي ما اتفقنا. هنعمل بقى الطبقه التانية اللي هي هنجيب كريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه. لو خام هنحط له سكر، لو هو بسكر خلاص. هنحط كوبايه لبن وفانيليا. هنحط نقطتين فانيليا او ظرف فانيليا. هنضربها كويس جدا، بس نقلبها الاول عشان مبهدلش الدنيا بس. ونضربها كويس جدا جدا لغايه ما قوامها ايه يتقل. الكريمه حلوه خالص، شوفوا عامله ازاي اهي. يعني الكريمه
زي ما انتم شايفين. دي الطبقه التانية للقشطوطه. هنطلع الكيكه من الفرن وتبرد شويه، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بقى الكيكه بعد ما خرجت من الفرن في منتهى الجمال، تحفه. شوفوا عامله ازاي، يا رب تكون باينه. مقادير مظبوطه، وكل على فكره احنا قلنا ما فيهاش لا سمن ولا لبن، في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. هنعمل الخطوه الثانيه واقول لكم هنعمل ايه. ايه بقى، هنجيب شوكه وهنغز بيها الكيكه، هنغزها من كل حته. ليه بقى؟ هقول لكم ليه دلوقتي. تمام. هنعمل ايه؟ هنركن بس الكيكه على جنب. 3 كوبايات لبن، انا حاطه هنا 2 ودي التالتة. كويس. وفانيليا، هنحط فانيليا على اللبن، و3 معالق سكر. هنقلبهم كويس جدا، وهنسقي بيهم الكيكه. معلش، هنسقي كده بيهم الكيكه كويس. حلو قوي. ومش كتير ال3 كوبايات على فكره، 3 كوبايات لبن و3 معالق سكر وفانيليا، وهنسقي بيهم الكيكه زي ما انتم شايفين. هنسيبها تبرد وهقول لكم الخطوه اللي بعديها هنعمل ايه. وانا بحط اللبن والفانيليا والسكر، لو حد حابب يحط معلقتين 3 من الكريم شانتيه عليهم ويقلبهم كويس قوي يحطوهم، هيبقى حلو. انا بس بستكفى ان انا احط الكريمه على الكيكه. هنحطها كده مع بعض بعد الكيكه ما تبرد خالص. نحط طبقه حلوه. بعد ما فردنا الكريمه عليها خالص كلها اهي، بصراحه تحفه. هنعمل ايه بقى؟ هنحط المانجا. رصي بقى مانجا زي ما انت عايزه، احلى قشطوطه هتاكليها بجد. لا تقولي لي بقى بره ولا اي حاجه. عايزين تزودوا مانجا زودوا، عايزين كده كويس. طبعا نحط في التلاجة شويه، وهوريكم بعد ما نحطها في التلاجة بصوا منظرها عامل ازاي. بصراحه في منتهى الجمال، حاجه حلوه، حاجه اقتصاديه، حاجه في البيت بتمن حته صغيره كده تقريبا بمبلغ وقدره في المحلات اللي انتوا عارفينها. لا احنا عملنا صينيه كبيره تقضي 8 افراد، وفي منتهى النظافه وفي منتهى الجمال. هنحطها في التلاجة لمده ساعه ساعتين، وهنقطعها وندوقها مع بعض واقول لكم ايه راينا فيها. ايه رايكم بقى؟ في منتهى الجمال بصراحه. وبكده بقى احنا خلصنا الوصفه بتاعتنا الجميله القشطوطه بالمانجا. لو عجبتكم ما تنسونيش في الشير، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، ولو عجبكم الفيديو اكتبولي في الكومنتات، واللي مشتركش في القناه يشترك. وان شاء الله وصفه جديده مع شيري.